مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرف عظيم وشرف كبير يجعله الله سبحانه وتعالى لمن اصطفاه. يعني البعض منتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنساب، أنه منتسب إليه بكونه من الأشراف ومن آل البيت وكذا، هذا فضل عظيم وشرف كبير وفخار كبير. والبعض منتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني كلنا منتسبون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بكوننا منتسبين إليه بالروح، منتسبين إليه بالقول، منتسبين إليه بالفعل. ننتسب روحيا إلى رسول الله بأننا نحيا على هديه وعلى سنته صلى الله عليه وسلم، نحيا ذاكرين صفاته وشمائله العظيمة الكريمة صلى الله عليه وسلم. يمكن من ضمن الناس اللي انتسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت السيدة حليمة السعدية مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن إذا ما تحدثنا عن مرضعاته صلوات ربي وسلامه عليه يعني نجد ثويبة مولاة أبي لهب، تلك الخادمة التي أعتقها أبو لهب فرحا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ورد عن العباس أنه رأى في رؤيا أن أبا لهب يخفف عنه العذاب يوم الاثنين فرحا لأنه فرح يعني بمولد رسول الله، أعتق ثويبة فرحا بمولده صلى الله عليه وسلم. أما حليمة السعدية مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت من ديار فيها القحط وفيها الفقر وفيها الجفاف الشديد، فيها صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. بفضل انتسابها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحولت الأمور رأسا على عقب، يعني بقت الأرض الصحراء الجرداء اللي فيها جفاف وفيها عطش وفيها فقر وفيها قحط مش لاقين اللقمة ياكلوها، تحولت إلى أرض خضراء فيها المياه وفيها الشراب وفيها الطعام وفيها الفواكه وفيها الثمار وفيها الخضروات وكذا. ليه؟ لأنها انتسبت لرسول الله، لأنها أتت برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ديارها. فوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الأمور رأسا على عقب. يمكن ده استكمال اللي كنا بنتكلم فيه في بشرية النبي، أن وجوده بركة وأن وجوده خير شديد صلى الله عليه وسلم. ويمكن الأمور دي أو يعني الخير والبركة أتى لحليمة السعدية مرضعة الرسول حتى قبل أن تأخذ رسول الله وتعود به إلى دياره، أن الله سبحانه وتعالى اصطفاها، أن الله انتقاها لتكون مرضعته صلى الله عليه وسلم. يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ولد وأرضعته أمه وجاءت حليمة فأخذته، لأن الله هيأ لها هذا الوليد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون شرفا لها في دنياها ويوم لقاء مولاه. فجاءت وهي تركب على حمار أعرج، وجاءت متأخرة، وهذا بسبب عرج حمارها، ولكن الله هيأ لها هذا الوليد الذي سيكون رحمة للعالمين. فلما أخذته بعد أن خرج الناس بالصغار وسبقوها في الطريق، أخذته ووضعته على حجرها وألقمته ثديها، فرأت راحة في قلبها. ولما ركبت على حمارها رأت حمارها قد شفي بإذن الله، بل إنه كان يسعى سعيا سريعا حتى لحقت بالقوم وسبقتهم، حتى عجبوا منها وقالوا يا حليمة ما هذا؟ فقالت يعني الحمار حماري، ولكن هذا الوليد فيه خير كثير، لأني ما وضعته على ثدي إلا وجدت راحة في نفسي، وما ركبت دابتي إلا ورأيتها كما ترون. ومن هنا نشأت المحبة في قلبها، وصارت تتابع تربيتها لهذا الوليد حتى بعد أن أتم السنتين لم تشأ أن ترجعه إلى أمه ليكون عند أمه، بل إنها كانت
تعود به إلى أمه لتراه، ثم تعود به مرة أخرى إلى واديها. وقد بين أصحاب السير أن الوادي الذي كانت فيه حليمة كان قد أصابه الجدب، فنزل المطر ونبت العشب، وصار من أغنى الأماكن في هذه الأراضي الصحراوية. ولذلك كان العرب يقولون: ماذا حدث لحليمة؟ إن مكانها صار مكانا فيه ما فيه من الرعي. وهذا كله وإن كانوا لم يعرفوا السبب، كله بسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. وهذا كان من فضل الله على كل الذين التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد، فكان الخير دائما يسح عليهم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. طول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود عند حليمة عايشة في غنى عظيم، غنى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي خير شديد وفي خير كبير. ليه؟ لأنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا اصطفاء عظيم من الله سبحانه وتعالى للسيدة حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. في ظل وجوده صلوات ربي وسلامه عليه مع حليمة، حدثت له حادثة شق الصدر. يمكن حادثة شق الصدر في كتب السيرة تكررت تقريبا 4 مرات، يمكن الثابت منهم مرتين. المرة الأولى وهو عند حليمة السعدية، وهو المرة الثانية وهو قبيل الإسراء والمعراج في جوف الكعبة، تهيئة واستعدادا للقاء ربه سبحانه وتعالى. يصفه رسول الله اللهم صل عليه قائلا: بينما أنا بين النائم واليقظان إذ أتاني جبريل وميكائيل فقال جبريل: يا ميكائيل زنه ب10 رجال. قال الحبيب: فوزنني ب10 فرجحت بهم. قال: زنه ب100. قال: فوزنني ب100 فرجحت بهم. قال: زنه ب1000. قال: فوزناني ب1000 فرجحت بهم. فقال جبريل: يا ميكائيل والله لو وزناه بأهل السماوات والأرض جميعا لرجح به محمد. ثم أتيا بطست من ذهب فيه ماء زمزم، وغسل به صدر رسول الله، وأخرج منه حظ الشيطان. ما معنى هذه الكلمة؟ بعضنا يقرأ حظ الشيطان كأن الشيطان كان له نصيب من الذات المحمدية. لا لا لا، أخرج منه حظ الشيطان معناه أنه قد سبق في علم الله الذي لا يبدل ولا يغير أن الشيطان لا نصيب له من رحمة الله. وما دام أن رسول الله رحمة الله للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عالم الشياطين أحد العوالم، وإبليس سبق تقدير الله فيه أنه وحكم الله عليه أنه غير مرحوم. فكان الشيطان بما أنه أحد العوالم كان له نصيب من الرحمة المحمدية، فأراد الله أن يجري قدره في خلقه بأن يخرج حظ الشيطان من الرحمة المحمدية. ولذلك قال رسول الله: فأخرج مني حظ الشيطان. حظه من ماذا؟ حظه من الرحمة المحمدية، لأن الله قد سبق قراره وتقديره بأن الشيطان غير مرحوم، ومن هنا أخرج منه حظ الشيطان. الكثير والكثير والعديد بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما كان زي ما ذكرنا في أول حلقة، ما كان من قصة شق وسطيح ورؤيا رابعة بن النصر، ما كان من الأحبار، ما كان من القساوسة، ما كان من الرهبان الذين يبشرون برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان منهم بحير الراهب. فإن بحير عرف هذا أنه ولد، ولذلك لما أخذه عمه في تجارة ووصل إلى مكان بحيرة، أراد بحيرة أن يراه، فقام بعمل وليمة الذين مروا عليه ودعاهم جميعا. فلما وصلوا قال لهم: هل غاب أحد منكم؟ قالوا: لا. قال: لا، هناك من غاب. قالوا: إنه وليد صغير أو صبي وتركناه. قال: لا. وكأنه يقول هو المقصود. وفعلا حينما أتوا به ورآه وتفرس فيه، يعني نظر فيه نظرة فاحصة، حتى إنه أمر بيده على جسده
حتى أحس بخاتم النبوة، ولما رآه قال: هذا الوليد هل له من أب؟ فعمه قال: نعم أنا أبوه. قال: لا، ما ينبغي لهذا الوليد أن يكون أبوه حيا. ولهذا قال له: أنا عمه في مقام والده. قال له: إن هذا الوليد سيكون له شأن، وعليك أن تعود به إلى مكة، لأنه لو عرفته اليهود لقتلوه. السيدة آمنة عليها رضوان الله أم النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى يعني تقريبا عمر ال4 سنوات أو 6 سنوات قبل وفاتها رضوان الله عليها، ذكرت وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها رأت منه العديد والعديد من خوارق العادات ومن الإرهاصات. رأت في منامها ما يبشر بأنه نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. قالت: يا ابن الذي نجاه الملك العلام ب7 من الإبل السوام، إن صح ما أبصرت في المنام، فأنت مبعوث الأنام، تبعث بالتحقيق والإسلام، على دين أبيك البر إبراهام، الله أنهاك عن الأصنام أن تواليها مع الأقوام. يمكن الأمر اللي خلى الناس تبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأحبار والرهبان يتنبأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم النور الذي لاح والمسك الذي فاح من حضرته صلى الله عليه وسلم بمجرد وجوده ومجرد خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. والفكرة مش وجود النبي صلى الله عليه وسلم في دنيانا هذه أو أنه في عالم الكائنات، وجود النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى، هو الذي قال: كنت نبيا وآدم منجدل في طينته. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي من قبل خلق الكائنات، ومقدر في علم الله القديم أنه نبي الله، وأنه المبعوث في آخر الزمان، وأنه المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.